السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحال. وخلينا نشوف مع بعض النهارده تكملة الفيديو اللي فات ان احنا بناء على الديبارتمنت بتاعة الموظفين اقدر انشئ كود خاص بكل ديبارتمنت، يعني تمام. اقدر اجي انشئ هنا الديبارتمنت بتاعتي. تمام، اقول له هنا هات لي الديبارتمنت اللي موجودة عندي في الشركة. دي الديبارتمنت. طيب خلينا نجيب الديبارتمنت بتاعتنا هنا تقريبا، مظبوط. تمام، واجي اقول مثلا الاكاونتنج. تمام، قسم الحسابات، واقول هنا مثلا قسم السيلز، اقول مثلا قسم البرشيز. تمام، على سبيل المثال يعني نحط الاقسام بتاعتنا. حطينا كده الاقسام. محتاج اعمل ايه؟ انه وانس ان انا جيت انشئ موظف جديد، ياخد كود بناء على القسم اللي هنا. طب ده هعمله ازاي؟ طبعا احنا عارفين، شفنا قبل كده انه هنا في، وانا بنشئ الاوتوميشن رولز بتاعتي. لو جيت هنا كده على الاوتوميشن رولز، شوف مع بعض الاوتوميشن رولز اللي احنا ضفناها للامبلوي. اقدر هنا اقول له آه، اعمل edit على apply on. ولما يكون الديبارتمنت، ادي الديبارتمنت بتاعتي، واقول له والله لما تكون accounting مثلا save confirm، يعني اعمل لي ايه الكونديشن اللي تحت. طب الكونديشن اللي تحت دي هنا انا سبتها، هو السيكونس بتاعي هو واخد نفس حرف الاي، اروح اغير بقى في السيكونس ده. اسيف هنا واروح على السيكونس نفسه، واقول له هات لي هنا السيكونس اهو. واجيب السيكونس اللي احنا لسه عاملينه، اللي هو كود الامبلوي كود. ادي الامبلوي ريفرنس، سوري. واقول له والله اعمله لي اي اي سي. تمام، ابدا بحرف السي وابدا برقم واحد، واعمل كده سيف. وبعد كده هنا روح هيعمل ايه؟ موظف جديد. هاجي هنا كده على الموظفين واقول مثلا الاي ام بلوي رقم ثلاثة مثلا اللي انا حاطه، واقول سيف. مش هيعمل اي ايه اكشن. ليه؟ ان احنا ما حطيناش ديبارتمنت. يبقى احنا المفروض من ضمن الحاجات اللي احنا نعملها نخلي الديبارتمنت ده مانداتري. انا جيت انشأت كده هنا جديد وقلت مثلا خلينا ناخد دي كده ايه كوبي عشان ما نقعدش نكتب فيها. قلت نيو، حطيت الايه اسم الموظف ده كجديد، وحطيت هنا قسم الايه الاكاونتنج. قلت له سيف. عمل معايا ايه؟ اي اي سي رقم واحد، اللي هو كود امبلوي اكاونت، قسم الاكاونت رقم واحد. لو اخترت اي قسم تاني مش هينشئ لي اي حاجة. حتى لو عملت كده هنا واخترت قسم تاني مثلا برشيز ولا حاجة، حطيت اللي هو الموظف، قلت مثلا ده خمسة، مش هينشئ لي اي ايه كود. ليه؟ لان انا اقول له طبق الكونديشن بتاعتي على قسم الاكونتنج بس. طبعا اقدر اضيف بقى لكل قسم الايه التفاصيل بتاعته. طيب ايه اللي انا محتاج اعمله هنا في الشاشه دي؟ اخلي الديبارتمنت يبقى مانداتري، لانه اكيد اي موظف جديد عندي يبقى جاي ضمن قسم. فشاشه الموظف لازم يبقى فيها القسم هنا مانداتري علشان خاطر ينشئ لي الكود، وفي نفس الوقت الموظف يبقى كده كده معروف هو في انهي ديبارتمنت. تمام. فبعمل هنا دي كده required، وباجي اقفل واحط التفاصيل. طب انا عايز اضيف سيكونس جديد للبرشيز، هاجي والله برضو هعمل نفس الموضوع. هاخد من دي كده مثلا النيو، واقول له هنا الامبلوي ريفرنس او كود. كود اهو. تمام، واجي هنا اقول له اي ام بلوي دوت 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 بي كود دوت بي كود. تمام، هاخد دي كده هنا كوبي،
واقول له ابدأ باشا بحرف الاي، حرف البي، تمام. واقول له سايز 4، والنكست نمبر رقم 1، واقول له سيف. اروح اعمل اوتوميتد رول مرة تانية، اقول له انشئ لي بالوي كود، او حرف البي كود عشان يبقى برشيز افرق ما بينه. واقول له هنا الايه الامبلوي، موديل الامبلوي اللي انا بنشئ فيه. واقول له تريجر عند السيف، وابلاي اون احط له الكونديشن بتاعتي او الدومين بتاعي. واقول له لما يكون الديبارتمنت برشيز، تمام، اعمل نفذ الايه الكونديشن اللي بقول لك عليها دي. هعمل ايه؟ هحتاج برضو ان انا اجي اضيف اكشن، اقول له اكسكيوت كود، واقفل ده، واشيل ده كله، واحط الايه السيكونس اللي احنا لسه عاملينه. قلنا ده انا محتاج اعمل ايه؟ اجيب اسم فيلد بالوي كود، تمام، زي ما احنا شفنا قبل كده. هاجي اختار اسم الفيلد ده، اخده كده هنا كوبي، تمام. آم، احطه له هنا بيست، احطه له كمان مرة هنا بيست، واروح اخد الامبلوي كود سيكونس كود لنفس الموضوع، احطه له هنا، اقول له سيف، واقول له هنا سيف اند كلوز، واقول له هنا ايه اخيرا شكرا سيفنا وتمام التمام. طب هاجي هنا كده على الموظف، واقول له انشئ لي موظف جديد، واقول مثلا موظف رقم 5 6 7 ايا كان، آه رقم مثلا 7 مثلا. واجي هنا كده اعمل سيف، هيقول لي ديبارتمنت مانداتري، طبعا عشان احنا نتجنب عدم نسيان الموظف وهو بيدخل موظف جديد، انه ما يدخلوش الديبارتمنت والكود ما يتنشئش. فانا هضطر ان انا اخليته مانداتري عشان يعمل الحته دي. باجي اعمل كده هنا سيف وكونفيرم، قال لي اهو اي بي رقم 1. وبرضه محافظ على لو انا كتبت امبلوي مثلا بتاع 8، قلت له في الاكونتنج، هيكمل لي على نفس السيكونس الاكونت، مش هتعارضوا مع بعض، وهياخد رقم 2 في الاكونت، تمام. دي كده كانت الفيديو بتاعتنا النهارده، والفكره بتاعت ان احنا ازاي ننشئ الفيلد بتاع الامبلوي، وازاي ان احنا نحط كود بناء على الديبارتمنت بتاعنا، تمام كده. طيب الفكره بتاعتنا ان انا الامبلوي هو اوريدي مربوط بكونتاكت، تمام. هو فيرجن 17 ما كانش فيه كونتاكت دي كسمارت بوتن، فما كناش نقدر من شاشه الموظف ان احنا نروح على شاشه الكونتاكت مباشره. خلينا نوضح حاجه، انه اليوزر ينفع يبقى امبلوي وكونتاكت، بس مش كل موظف او مش كل امبلوي هو يوزر. وفي نفس الوقت كل ما هو امبلوي ينفع يبقى كونتاكت، وهو فعلا كونتاكت اوريدي، تمام. انما الكونتاكت هو مش كل كونتاكت امبلوي، تمام. الحته دي مهمه جدا لينا، ونبقى ناخد بالنا فيها مع بعض واحنا شغالين. طيب اللي انا عايز اتكلم فيه الفيديو الجاي هو ان انا الريفرنس بتاعي بتاع الامبلوي كود ده، انا بدل ما كتبته هنا مره او هو جنريت هنا مره اوتوماتيك، هضطر ان انا اروح اكتبه هنا تاني في فيلد ريفرنس. فانا عاوز ده يحصل اوتوماتيك برضو. ازاي هنقدر نشوفها ازاي ان شاء الله مع بعض في الفيديو الجاي. شكرا لكم، تابعونا عشان يوصلكم كل جديد، واشكركم على المتابعه، ويا رب تكون الفيديوهات بتاعتنا مفيده ليكم جدا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.